حكيم زياش بصم على أداء مميز يوم بعدما قاد فريقه بثلاثية رائعة، مؤكدا أنه ما زال يملك الجودة والخبرة التي تجعله خيارا مهما داخل المنتخب الوطني المغربي. تنزانيا تتأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا تحت 17 عاما بالفوز على الجزائر بركلة ترجيح بعد التعادل ب3 أهداف مقابل 3. بهذه النتيجة المنتخب الجزائري يفعلها ويودع كأس إفريقيا تحت 17 عاما من ربع النهائي أمام تنزانيا. عيسى ديوب يسجل هدفا لصالح فولهام في شباك يونايتد خلال الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل التحاقه بالمنتخب الوطني المغربي استعدادا لكأس العالم 2026. إبراهيم دياز يعتذر من جماهير ريال مدريد بعد الموسم المخيب الذي عاشه الفريق ويشكرهم على دعمهم. نهاية اللقاء بفوز الرجاء الرياضي على أولمبيك جيرة بهدف مقابل لا شيء.